بعد مسيرة فنية كبيرة دامت أكثر من 50 عام، العراقيون يشيعون الفنان الكبير عبد الستار البصري من أمام المقر العام لنقابة الفنانين العراقيين. فنانون وأكاديميون وفئات مثقفة أخرى تحضر التشييع الرمزي للراحل عبد الستار البصري. فقدان الراحل كان له تأثير واضح في نفوس الحاضرين الذين تحدثوا بألم عن الفقيد. نسأل رب العالمين أنه يلهمنا الصبر والسلوان بفقد والدي، وأتمنى من جميع محبي والشعب العراقي جميعا أنه يدعوا له بالرحمة مثل ما كانوا مخلصين بالدعاء له بالشفاء. فأنا واثق ومتأكد وعلى يقين أنه كل محبي وكل الشعب العراقي ومتابعيه أنه مخلصين له ويدعوا له، إن كانوا يدعوا له بالشفاء. حاليا أطلب لهم أنه يدعوا له بالرحمة. فقد موجع فعلا، والخسارات يبدو تتوالى في الشهور والسنين الأخيرة برحيل كثير من مبدعينا ورموزنا وعمالقة الفن العراقي. اليوم نودع فنان مبدع وإنسان جميل وممثل من طراز رفيع، سواء كان بالكوميديا بالدراما بالمسرح بالسينما. سيرة حافلة من العطاء رغم المعاناة اللي كان يعيشها الجانب الاجتماعي والاقتصادي. يعني حقيقة ستار البصري عزانا أنه ترك أثر كبير، ترك بصمة في مسيرة المسرح العراقي من خلال العروض المسرحية اللي قدمها، وحتى على المستوى العربي. يعني شرفنا بأنه كان ينال الجوائز الكبيرة في مهرجانات مهمة مثل مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي اللي أخذ بجائزة أفضل ممثل، وهذا ليس بالهين. كان فعلا مخلص لفنه للمسرح، مخلص لزملائه، يعني ترك أثر حتى اجتماعيا لدى كثير من الناس الذين عملوا معه في المسرح والتلفزيون. رحم الله عبد الستار البصري. رحيل الفنان الكبير عبد الستار البصري هو رحيل لذاكرة عراقية مهمة، ورحيل للفن العراقي، رحيل للإبداع العراقي، رحيل للصدق العراقي. هو كان من أيام الغيبوبة الأولى مستشفى مدينة الطب، ثم انتقال إلى مستشفى بالمعظم، بالبداية بمستشفى اليرموك العفو بعدين بالمعظم. حقيقة الواقع الصحي كان مزري، يعني احنا ما نريد نشتكي ونعيد نفس القوانين اللي نعيدها دائما، بس صراحة يعني الاهتمام بالمبدع العراقي، هسه عوف المواطن العراقي بالدرجة الأولى، بعدين المبدع العراقي، اهتمام المفروض بالصحة بالتعليم حتى نبني مجتمع صحي، مجتمع نظيف ومجتمع مبدع. ولكن الواقع الصحي الصراحة كان واقع مزري. ولكن كل إنسان ويومه، ورحيل عبد الستار البصري ورحيل مؤلم ومفجع صراحة، ورحيل لصديق عراقي يمتد على أكثر من 50 عام. أولا أنا أعزي نفسي وأعزي عائلتي وأعزي كل المشاهدين والمحبين اللي يحبون الفنان القدير عبد الستار البصري. أنا يعني أعتقد أنه أنا فقدت أستاذ ومعلم وصديق وأب روحي وجد كبير وعظيم، وجد مو تقليدي، لا جد عظيم. يعني فنان عبد الستار البصري له تاريخه الكبير وتاريخه المشرف، الحمد لله أنه باقي في ذاكرة كل المشاهدين، وقدم ما هو يليق بالعائلة العراقية.